فيديو النهارده يعني عايزه اقول لكم يعني مالوش حل بجد والله العظيم. فيديو النهارده يعني بصوا يا جماعه، انا ست صاحبه مزاج. انا ست ايه؟ صاحبه مزاج. اول حاجه بسلم عليكم، تاني حاجه بحبكم جدا جدا وربنا ما يحرمني منكم، تالت حاجة زقوا 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 على قد ما تقدروا. زقوا ايه يا نصر، احنا هنشتغل معاكي ولا ايه؟ زقوا يا ولاد الايام معايا، يا ولاد يا ولاد زقوا الايام معايا، ده انا عندي شغل مش قادرة اقول لكم. بصي عايزه كمان اقول لك، لو انت بتهتمي بالروتين وبتهتمي كده بالنظافه وعايزه المطبخ كله كده يبقى معطر، تعالي اقول لك على وصفه سحريه انت اكيد عارفاها، بس انا هقول لك برضو عليها عشان انت حبيبتي، مش هخبي عليكي حاجه خالص. وايه بقى وكمان في النهارده ايه؟ اسكتوا. فاكرين يا ولاد الفيديو اللي انا كنت نزلته حوالي من شهر، واللي قلت خلاص ربنا تاب عليا وعوض صبر خير وهرتاح وهتستت؟ هقول لكم الراجل ده كان هينتقل الى رحمه الله. كان يعني بالعربي كده كده، فاهمين دي؟ مش قادره اوضح عشان اليوتيوب ما يحذفش الفيديو. تمام. المهم الروتين بتاعنا الاول هنتكلم فيه. اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. والست دي بتاع اللي كانت جايبه الراجل دي بتقول لي انت السبب في الوليه الناقصه الهبله دي، انا السبب في، انا مالي انا اصلا. المهم اول حاجه في الروتين بتاعي، طبعا انا مسرعه كواليس الفيديو او مقاطع كده صغيره من الفيديو عشان بس اوريكم ايه اللي محتوى الفيديو. هجيب جبت البتاع اسمه ايه ده اللي بيترش في الفرن، رشيته عشان يطلع الدهون. وكمان جبت قشر الليمون. قشر الليمون ده سحر وكنز. خدته مسكته ضربته في الخلاط بميه دافيه وصفيته. خدت جزء منه اصبن بيه الاسطح بتاعه المطبخ. تمام. والاسطح بتاعه المطبخ دي ليها فوطه تانية معينه. والجزء التاني اللي هي من الميه بتاعه الليمون خدتها وحطيت عليها صابون وعملت بيها الارفف البيضه الخارجيه، وده الخشب المعالج. فحتى لو مهما كان ما يكون ديرتي لازم تبقى ليفه نظيفه شريفه عفيفه طالعه من بلادها لسه لنج. تمام. ولنج يعني ايه؟ يعني جديده. عايزه اقول لكم بقى الميه دي، وعايزه اقول لكم كمان والله العظيم انا باين حسدت نفسي يا ولاد. ده انا وقعت حته دين واقعه، راسي بقت تحت ورجلي بقت فوق. والحمد لله الحمد لله الحمد لله انها جت على قد كده. والحمد لله ان انا وقعت، ما تعرفوش الوقعه غريبه. وكمان يعني عايزه اقول لكم بصوا، لما تستعملوا يا ولاد الميه بالليمون او بقشر الليمون تضربوه في الخلاط وتحطوا شويه صابون عادي، اهو زي ما انتوا شايفين انا كده هديت ورسيت وعرفت انا راسي من رجلي تحت وراسي فوق. الحمد لله. بصوا يا ولاد خدوا بالكم. طبعا ايه، انا زي ما قلت لكم اهو قشر الليمون صفيته بالمصفى. وبصوا انا هاكد على الروتين ده. الروتين ده يا جماعه، بصوا يا جماعه انا مش بعمل افلام وحوارات شغلي، لا ده شغلي، ده شغلي وده اكل عيشي. تمام. وعايزه اقول لكم ربنا سبحانه وتعالى كرمني برزق. يعني طبعا دي اللي هي الحله بتاعت فيليبس دي انا برشها البتاع ده عشان يطلع منها الدهون. وهنا كمان رشيت البوتاجاز من جوه. وعايزه اقول لكم لما تنضفوا البوتاجاز من جوه او حاجه ديرتي، تاخدوا حته تكون غامقه او فوطه تكون غامقه، لانها بيبقى دايما بيبقى فيه صمات في الفرن او كده، فخلاص هي مهما تتغسل هتبقى مش نظيفه مقرحه، يعني تبقى غامقه. وهنا حبايب قلبي زي ما بقول لكم كده ليفه بعمل بيها السيراميك اللي حوالين. طبعا انا ما جيتش ناحيه البوتاجاز خالص خالص. ليه؟ لان انا شويت فراخ ولسه هشوي فراخ اخر النهار. فيعني بشوي فراخ اللي هي البانيل عادي، هي شرايح فراخ بشويها، فطبعا على الجريلا دي، فطبعا مش هاجي ناحيه البوتاجاز خالص نهائي. تمام. فانا خليني كده ايه شغاله على الاسطح كده، هصبنها وانضفها بالميه بالخل لا الميه بالقشر الليمون بالصابون. وبعد كده وهاخد كمان الاجهزه الكهربائيه دي. معلش انا مطوله الفيديو النهارده عشان اقول لكم على الروتين. عايزه اقول لك ميه الليمون بالليفه بالصابون لما بتعملي ريحه المطبخ كلها ليمون. من ايه؟ من ولا حاجه، لا جبنا ربع كيلو ليمون ولا نص كيلو ليمون، والله زي العظيم زي ما بقول لكم كده. كنت عصره ليمون في حاجه في اكله في الفراخ، وخدت القشر بتاعه والليمونه تعبانه كده ضربتهم في البتاع. موضوع سهل، ولا تكلفي نفسك ولا تجيبوا منظفات ولا منيلات ولا نيله. تمام. فزي ما بقول لكم كده كمان خدت طبعا الحله اللي بتاعت فيليبس دي صبنتها
عايزه اقول لكم الليمون يا جماعه وقشر الليمون سحر سحر والله العظيم بكلمكم بجد. وتبصوا كده لما تيجوا تحطوا ديكوا على المطبخ او بتاع تلاقي المطبخ ناعم. إيه والله العظيم المطبخ زي الحرير من قشر الليمون، والله زي ما بكلمكم كده. فطبعا ده شغلي وده اكل عيشي. وايه بقى الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمني بيه؟ هي الصحه يا جماعه. يعني الرزق ده هو الصحه. الصحة ربنا يا رب، بحمد ربنا وبشكر ربنا. وبحس بيها امتى؟ بحس بيها في حاجتين. بحس بيها لما اي حاجة بتألمني ظهري او رجلي او ايدي، بحس بالخير اللي ربنا مدهوني. وبحس بيها يوم الاجازة لما مثلا وده غالبا يعني مش دايما، بقعد في البيت يوم الاجازة والله العظيم وحياة ربنا، وحياة ربنا ببقى كسلانة اروح الحمام، مش قادرة اروح الحمام، حاسة ان كل حتة فيا في ناحية. والله العظيم حبايب قلبي انا مش هنسى اقول لكم ان انتوا تزقوا الايام معايا، تزقوا على قد ما تقدروا تزقوا، لان نسرة ولا عزمها تعبانه تعبانه تعبانه. على فكره الفيديو ده كان ممكن انزله بالليل، بس انا قلت يا بنتي يا نصر خليه الصبح عشان حبايب قلبك يتنشطوا ويقوموا كده يشوفوا الفيديو يسخنوا كده ويقوموا كده يشتغلوا. وليه انا في كلمه انا ست صاحبه مزاج؟ ليه صاحبه مزاج؟ طبعا انا ممكن مدام تقول لي اعملي كذا، بس هي عمرها ما بتقول لي اعملي كذا لان انا عارفه شغلي. بس ممكن تقول لي اعملي كذا، والكذا ده هعمله عشان ده اكل عيش ولازم اسمع كلامها. بس لا، في حاجه اهم من كده. ايه اللي اهم من كده؟ زي ما انتوا شايفين كده انا خدت البتاع الصاجه او البنوره بتاعه الميكروويف بصبنها، وهنا برضو بالليمون وبالفوط بالليفه ونضفت الميكروويف. يعني بصوا شغل فاخر من الاخر. يعني شغل، يعني ده روتين بحق وحقيقي، مش حوارات ولا انا بعمل فيديو اي كلام. واليوم ده بالذات كان عندي ليا مزاج جامد جامد جامد. وليه دايما بقول لي لو ليا مزاج خدي بالك، لو انت ليكي مزاج تشتغلي هتشتغلي وهتعملي شغل بحب وهيطلع الشغل فل الفل. لو ليكي مزاج تعملي اكله هتطلع جميله، لان انت ليكي مزاج تعملي اكل، مش بس ان ده شغلك، لا انت ليكي مزاج. فانا لما بيكون ليا مزاج سبحان الله يعني. اصل كلمه دايما صاحبه مزاج دي كلمه الناس يعني بتفكر يعني صاحبه مزاج دي ست شمال ولا هباب، يعني في ناس بتفكر كده زي ما انتوا واخدين بالكم كده. طيب زي ما قلت لكم انا صبنت الاسطح بالجزء من ميه اللي بالليمون والصابون وخليتها فل الفل. والمطبخ كده كان نفسي اعزمكم تيجي تشموا المطبخ بالليمون. تمام. بعد كده كبيت الميه وجبت ليفه جديده لانج، جديده لانج. طبعا انا هنا بصبن الليفه دي. مش دي يا جماعه، كل حاجه ليها حاجه، كل حاجه ليها حاجه. تمام. انا خدته بقى قلت ملوش اي لازمه، ده مصمد وعامل، انا هاخده اصبنه كويس في الحوض واشطفه. تمام. وصبنا الدنيا ونضفناها، وكمان ميه بليمون هنغسل بيها الكراسي. بصوا يعني عايزه اقول لكم شغل فاخر من الاخر. وللاسف انا اتدقلقت، بس الحمد لله على اللي جابه ربنا. المهم بقى ايه اللي حصل؟ فاكرين يا ولاد لما انا واحده جت قالت لي من حوالي شهر، انتوا كده هتبصوا هتلاقوني حاطه ديكور كده عامله احمر واخضر وشكل استغفر الله العظيم زي مرضعه كيلو بطره يعني. كنت بقول لكم خلاص يا جماعه انا ارتحت وانا ربنا يطبع عليا عوض صبر خير وكده. كانت جايبه لي عريس الراجل ده، وانا رفضته وهزقت الست وقلت الراجل ده مش محترم. الراجل ده مش محترم ليه؟ لانه هو عايز يتجوز، او هو يعني كان واحد مسؤول ماسك له حته كده من اللي في البلد يعني. ربنا يسهله بقى. والحمد لله انا جيت على قد كده معاه. اللهم لا شماته، طبعا انا مش ماتش في حد، ماليش دعوه بحد. الراجل ده يا جماعه بيتجوز عرفي، وهو اصلا كان يعني شقي كده وهو صغير، كان روش كده وشقي وهو صغير. فبوريكم الليفه الشريفه العفيفه فل الفل. وكمان كبيت الميه. ما تقولوليش عملت في روتين، لان اصلا قناتي قناه روتين. يعني ما تقولوليش انت لا، ده هو ده. يمكن ده الثواب اللي هناخده، ان انا اوري بنوته صغيره او ست شابه صغيره ما عندهاش فكره عن النظافه. الليفه اللي تعملي بيها المطبخ الشيك الجميل مهما كان عليه كميه دهون، تبقى ليفه نظيفه شريفه عفيفه، والميه نظيفه، والفوطه بيضه او يعني نظيفه. حاجه جديده لانج لازم عشان ده يبقى يشف ويرف. وخدي بالك الايدين اللي انت بتسحبي بيها دي تتكي عليها، لان بيبقى فيه دهون وبتبقى ايديكي مش نظيفه، فتحت تاخدي معلقه تاخدي طبق، فلازم تتكي. وشايفين الفوطه نظيفه، لازم
لازم عشان الدنيا تطلع فله. ايوه والله العظيم، انا مش الرغي اللي انا اخد عليه ثواب، مش الرغي والحكاوي القهاوي والمشاكل اللي بتجينا دي، لا مش دي اللي انا اخد عليها ثواب. اللي اخد عليه ثواب ان انا يعني انت تكوني مش عارفه ازاي تنضفي. ايوه في يوم من الايام ما كنتش بعرف انضف، ايه المشكله؟ لكن الواحد مع الوقت بيتعلم وبيشوف وبينضف. تتكي كده هوت وتنضفي وتخلي الدنيا فله فله. المهم آه المهم الراجل ده كان قال للست اللي هي كانت جايباني دي، يعني قالت لي عليه، قالت لي تعالي ايه احنا يعني قلت لها نتقابل بره في حته، على بتاع عصير، على كافيه، على اي حاجه، راجل يشوفني واشوفه، عشان لو ما عجبناش بعض ما يبقاش في احراج. اظن ما فيهاش حاجه دي، عادي يعني. انا بطلب طلب مشروع، مش بطلب طلب شمال يعني. المهم الراجل رفض وقال لا انا تعبان، هي تيجي. تيجي ايه يا ابن القرع انت؟ تيجي ايه؟ تيجي لك في قلبك يا شيخ؟ ايه تيجي دي؟ والله انت راجل مش محترم. طبعا ساعتها اتنرفزت جدا واتضايقت جدا، قلت غرفة 60 داهية، ده شكله مش مظبوط. مفيش واحد عايز يا جماعة يمشي صح او يتجوز واحدة تروح له، يعني مش للدرجات دي. كبرت صغرت انت بني ادمة، وربنا سبحانه وتعالى كرم بني ادم، وربنا ادالك يعني كرمك، وربنا عملك. ليه انت توطي؟ وليه انت تهيني نفسك؟ وليه انت تذلي؟ اوعي تذلي نفسك، اشتغلي وشقي وتعبي، بس اوعي تذلي نفسك، اوعي تذلي نفسك. ما تذليش نفسك غير لربنا سبحانه وتعالى. تمام يا جماعة؟ تمام يا حلوين يا مقطقطين؟ تمام يا اللي مش بتشاهدوا الفيديو كله؟ تمام لان انا بيجيني اليوتيوب بيقول لي، بيجيب لي علامة المشاهدات دي سودا وواطية، مع انه والله العظيم انا شغلي حلو. واعمل ايه يا ولاد؟ اعمل ايه يا ولاد؟ اقفوا جنبي يا ولاد، زقوا معايا الايام يا ولاد، يا ولاد زقوا الايام معايا يا ولاد. حرام عليكم، انا بقت سيرتي وحشه قوي في اليوتيوب، الناس كلها بتقول لي يا قرع، حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم. المهم الراجل ده ماليش دعوه بيه بقى. فاجئت ان الست بتكلمني اول امبارح، اللي هي الوليه اللي كانت جايباني، تقول لي انت السبب، انت السبب. شفت راجل كان هيموت، انت السبب. السبب فيا وليه يا ناقصه انت؟ انا مالي انا سبب فيا؟ لا شفته ولا شافني، ده كله كلام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جنبيه واحد بقال بيتعامل معاه وبتاع ومش عارفه ايه. قال له انت ايه اخبارك اليومين دول؟ قال له والله تعبان ومش لاقي حد يروق الشقه ومش عارفه ايه وبتاع. قال له انا اعرف واحده، الواحده دي بنت شابه حلوه صغيره كده من بلد جنب مصر، بلد ناس معروف عنها ان ناس فقراء جدا جدا جدا، افقر ناس في المنطقه دي. مش هقول طبعا على اسمها عشان ما اجرحش حد. والستات هناك اللي عايز يروح يتجوز ولا يعمل يعني يتمنوا ان يتجوزوا عشان بس يعيشوا ويلاقوا لقمه ياكلوها وكده والكلام ده. المهم قال له البت ديت شابه صغيره يعني بتاع 22 سنه، كانت متجوزه واحد برضو على قده ومعها عيل صغير، واتطلقت، جوزها طلقها، وهي الوقت قاعده مع اخوها، ملهاش غير اخوها ومرات اخوها، وبتشتغل في مصنع وبتبات مع اخوها ومرات اخوها كل شويه في نقار الاكل والشرب والمش عارفه ايه والبتاع. فانت يعني تنقذها، ان انت هي تخدمك وتتجوزها، ودي شابه صغيره ودي فرصه بالنسبه لك ودي حلوه ودي مش عارفه ايه وبتاع. المهم جابوا وداله البت ديت، قالك يعني انا اكسب فيها ثواب بدل ما هي متمرمطه في المصانع، وده بيبص لها وده بيضايقها وده بيعاكسها، وفي نفس الوقت ايه وفقت راسين في الحلال. والناس نسيت ان ازاي ده واحد ماشي في السبعينات والبت عيلة 22 سنة، مش كل حاجة الأكل والشرب، وفين السترة اللي هتيجي. المهم يا جماعة الراجل ده عرفوا بيها وجابوا محامي وكتب ورقتين، ضرب ورقتين عرفي، والبت عاشت معاه. المهم كل شوية أخوها جاي، كل الراجل ما هو يعني في البيت أخويا جاي أخويا جاي، أكل وشرب ومصاريف وبتاع. جه الراجل قال لها هو فين؟ انتوا كل شوية جايبه أخوكي؟ هو انتوا كل شوية جايبه؟ هو أنا متجوزك ولا متجوز أخوكي؟ هنا يا ولاد دخلنا على زي ما انتوا شايفين الكراسي. طبعا دي المية اللي بالليمون دي بعد ما طبعا كل حاجة لها ميتها ولها لفتها ولها حتتها ولها كل حاجة، مش يعني زي ما انتوا شايفين كده. هنا المية بالليمون والصابون، نظفت بيها الكراسي وشلت الكراسي، وكمان عملت الازاز. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يا نصر يديك الصحه. ادعوا لي يا ولاد بالصحه يا ولاد، ادعوا لي والله العظيم 3، هو ده الرزق اللي ربنا بعته لي. فيا جماعه ادعوا لي بالصحه والرزق، اللي هو الرزق اللي انا عايزاه اللي هو الصحه.
ادعوا لي يا حبايب قلبي، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. المهم وطبعا كلامكم وتعليقاتكم بتسعدني، ربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمه. وما تنسوش يا حبايب قلبي تشيروا الفيديو كده، تشيروا في اي حته، ترشرشوا كده كانكم يا اولاد بترشرشوا ميه كده يا اولاد. ربنا يستركم في الدنيا والاخره يا رب ويصلح لكم الحال، احنا وانتم والمسلمين. وادعوا لام ادم وادعوا لعيالها عشان عيالها تعبانين، ادعوا لها يا حبايب قلبي، هي اختكم يا حبايب قلبي، ما تنسوهاش بالدعاء. ربنا يا رب ايه يستركم في الدنيا والاخره. المهم زي ما بقول لكم كده، المهم قعد يتخانق معاها واخوها، قال له انت كل شويه جاي وانا متجوزك انت واختك. طبعا الراجل فكر نفسه ان هو لسه في الهيمنه بتاعته، وان هو كان ماسك حته من الحتت اللي في البلد، وان هو مش عارفه ايه. المهم اطلعوا بره، ولا اطلع بره ما تجيش هنا تاني، انا ابلغ فيكم البوليس، انا اعمل واسوي. راح الواد مسكه زقه ماشي، والراجل طبعا تعبان اغمى عليه. المهم خافوا وجريوا اتصلوا بابنه، ليه ابنه بس ابنه عايش في بلد تانية. وطبعا الحمد لله انقذوا الراجل يعني، وساب البيت طلقها، قطعوا الورقتين وغارت في داهيه. زي ما الوليه بقى بتحكي لي يعني اللي هي ايه كانت جامده، تقول لي انت السبب. طب انا السبب في ايه؟ ده راجل عينه زايغه وربنا يهدي، والحمد لله انا جيت على قد كده، لان البت دي كانت ممكن تتسجن فيها هي واخوها. المهم طبعا يا جماعه لما البني ادم يكبر كده لازم يكون ابنه جنبه، ما ينفعش الفلوس مش هي اللي هتحل مشكله يا جماعه. احيانا الانسان مننا مش لازم، يعني الانسان مننا لما يكبر ممكن برضو اخطاء، يعني مش لازم عشان احنا كبار نفكر صح. بالتأكيد طبعا ده غلط، ده غلط، ده غلط يا جماعة. الانسان كل ما بيكبر محتاج حد جنبه. مين هيلاقي مين امين عليه غير ولاده؟ اكيد صح، انا كلامي صح. طبعا حبايب قلبي بشكركم جدا 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 جدا، ربنا يستركم في الدنيا والاخره، وشغل فاخر من الاخر، وشغل بسم الله ما شاء الله. وادعوا لي يا اولاد بالصحه والستر، واشوفكم على خير حبايب قلبي.